اجمل 10 اماكن تقدر هنا تزورهن من تجي لادمنتون. شنو هذه الاماكن؟ تعال انا بالفلوج اليوم وخلينا نتعرف عليهن. يلا بلش الفلوج. تشوفون هاي السيارة الصفراء؟ هاي السيارة الصفراء لازم انت من تمشي تدير بالك، لانه يعني هاي السيارة تاخذ تكتات، يعني كاميرا شاشة مكتوب عليها درايف سيف وما اعرف شنو، فهاي هنا تكتات للسيارات الباقية. دائما تلقوها طابقة، يعني دائما تلقوها طابقة على السايد مال الشارع، يعني لو هنا هيجي لو هنا. بس المرة هذا الظاهر نشوفه راح يروح جاي ويانا يمكن، بس احنا هسه لازم نفوت منه، فاحنا نقول له باي باي. هاي المنطقة الأولى إذا واحد جاي لإدمنتون ويتمتع اسمها جريس باك. هذا هنا عندكم كله يعني كافيهات وهاي ما اعرف شلون شغلات وقعدات حلوة. شوف شلون الخضار، هذا طبعا اصطناعي مو حقيقي، بس المنطقة كلش حلوة يا اخوان. شوف شلون يجي هنا يدرسون وياكلون وهاي الشغلات، اكل ودراسة كل شي هنا موجود. هاي محلات ثانية هنا. اجار المحل هنا يا اخوان من 8000 الى 9000 دولار بالشهر. يعني المنطقة كلش جديدة ومنطقة كلش حلوة، بس راح تعرفون ليش. شوفوا هذا بناء حديث دي يصير، هاي العمارات كلها تشوفوها كلها خشب، بناء حديث دي يصير هنا بالمنطقة الجريس باك. ف شوي نزوم ابتعد. هاي هيجي المنطقة، اليوم الجو مغيم. هذا التمثال، منطقة حديثة بالنورث مال ادمنتون، يعني بقلب ادمنتون. وصلنا للمنطقة كما تشوفوها كلها عمارات خضة حلوة خرافية. هاي بيوت هناك صاير هسه راح اروح لها، وهناك اكو تلة هم راح اروح للتلة اشوف لكم اياها. شوف بيها ادمنتون كلها، بس اول شي خلينا نشوفكم هاي المنطقة اللي هي اول منطقة تزورها اذا انت كنت جاي لادمنتون. العالم يبيعون علي شاري كاميرا عبالك واحد فضائي. هسه احنا صرنا ب 2023، العالم كلها شايله كاميرات وتصور، بس لانه انت بادمنتون العالم تستغرب من هذا الشيء، لان مثل ما تشوفون ادمنتون مدينة فارغة وما تلقون احد، يعني ما تلقون هواية عالم كامشين كاميرات ويصورون ويسولفون ويا الكاميرا ويحجون. فهنا العالم من يشوف شيء تستغرب، يقول هذا شنو؟ هذا ايش دا يسوي؟ ما اعرف شنو. شوية صعب علينا احنا صانعين المحتوى تكون بمدينة ما حد يفتهم اللي دا تسويه. يعني من رحت انا لامريكا شوف العالم كلش عادي بالنسبة لهم، شايل واحد كاميرا ويفتر بيها ويحكي، لانه وين ما تروح تلقى عالم بالسوشيال ميديا مختصة بس تصور بامريكا وتسوي فلوجات وهاي الشغلات. بس من تجي هنا لادمنتون شوي الوضع يختلف. وهسه هاي هنا توقف العالم، تجيب كراسي تجيب اكل كذا تقعد هنا، لانه هذا الابيض اللي تشوفوه ورايا هذا كله بحيرة. شوف شلون، اوبس رحت اوقع الكاميرا. فهنا كلها بحيرة صار كلها ثلج. هذا هسه تجي هنا العالم تفتار دائما داير البحيرة، تمشي تجيب وياها الكلاب مالتها، تجيب وياها القطط وهاي الشغلات الحيوانات ويفترون بهاي المنطقة كلش حلوة بالصيف وبالشتاء كلش حلوة. بالشتاء تقدر تمشي ما اعرف اذا بين اثار المشي مال العالم يقدرون يمشون هنا على البحيرة من تتجمد، فشي كلش حلو، شعور كلش حلو. فهاي هي اول منطقة اذا انت حاب تيجي لادمنتون اسمها جريس باك. حط لكم اسمها هنا او هنا، شوف وين احط لكم اسمها. تجي لهنا تحطها بالجوجل تجي لهنا. منطقة كلش حلوة صايرة بنص النورث مال ادمنتون، فكلش حلو. نورث ادمنتون، ادمنتون مقسومة قسمين نورث وساوث، فاحنا هسه بالنورث. كم هاي هيك صايرة شلونها كلها خضرة، وهاي بنيدة تمشي الكلب مالتها شلون، لانه يجون يصعدون على التلة وينزلون ويفترون. احنا قبل شوية كنا هناك بالاخير بالبداية قاعد الشارع من هناك، فجينا جبنا السيارة طوقناها هناك. هسه راح اخذكم نصعد لي فوق. طبعا باي مكان تجون هنا مثل البارك راح تلقون خريطة تقول لكم وين تروحون وين تجون وهاي الشغلات هنا بادمنتون.
حتى ما حد يضيع. الترتيبات والتنسيقات اللي سواها هنا بالباركات كلش حلوة. هنا هيك درج واحد يصعد مثل ما تشوفون. بعد الجو شوية بارد والثلج موجود. هسه احنا وصلنا للتلة. تعبت. فالتلة صار فوق والهواء بارد يا اخوان. ثلجت لانه بيها هواء صار والجو بارد. خشمي صار احمر لو بعده ما دا اشوف. بس يلا اشوفكم منطقة يعني. هسه وصلنا للتلة مثل ما تشوفون. هاي كلها ادمنتون من فوق صارت. هاي العمارات مثل ما تشوفون هناك كلش بعيدة. خافوا شوية زوم اكيد شوي نقدر نجيبهن. وهاي هيك صارت المنطقة. إذا تحبون أصور لكم هذا المكان بالصيف كتبوا لي في الكومنتات، تركوا لي كومنت كتبوا لي علاوي صور لنا هذا المكان بالصيف. يعني هذا المكان بالصيف طبعا يتغير 180 درجة وبالشتاء هم يتغير 180 درجة. تشوفون هاي التلات هاي كلها تصير ثلج. فهنا على يجون شو يسوون؟ يزلجون فوق، ينزلون من فوق لجوا تزلج يصير. فكتبوا لي إذا تحبون تشوفوها بالصيف وشوفكم وياها مالتين بالثلج. اوكي يا اخوان وصلنا المنطقة الثانية. إذا أنت تجي هنا لإدمنتون تستمتع. ريفر فالي. وليش سموها ريفر فالي؟ لأنه هنا تقدر تمشي طالع على النهر. فشلون؟ هذا النهر صار ورانا. وطبعا مو بس هذا الشيء موجود هنا، موجود ويانا هذا الجسر الأبيض المشهور في إدمنتون. هذا الجسر بالليل يصير بيه أضوية من فوق مثل القوسين كلش حلو. شوفوا هذا هيانه. و تجي عارف تتمشي شوف النهر. شوفون وراي. اليوم شوية فارغة لأنه هسه احنا يوم الاثنين العالم كلها بالشغل. وهسه راح اصعد فوق على هذا الجسر مثل ما تشوفوه وراح اشوفكم ليش هذا الجسر هنا يعتبر من يعني خلينا نقول اجمل الجسور الموجودة في ادمنتون. لانه بصراحة هذا مو جسر واحد، هذا جسرين، جسر للسيارات وجسر للمشاة. المشاة صاير بصفوة. شوفوا يا اخوان هسه احنا صرنا فوق. هذا هو جسر المشاة وهذا جسر مال السيارات مثل ما تشوفون هناك. وهذا مال المشاة مال بايسكلات واي شيء. هذا الحج اللي يسوق البايسكل. يعني لو مسوي لي الجسر اسود احمر اخضر اي لون غير الابيض كان كلش صار احلى. طبعا كان برز اكثر. انا برايي بعد ما اعرف. يعني احنا سمانه بياضه سبعة اشهر بالسنه سمانه بياضه كلها ثلج. تنزل ثلج ومثل ما تشوفون سماكو ثلج وهم السنه بياضه. ضباب وغيوم. فلو مسوي هذا الجسر غير لون انا برايي يكون احسن. وهذا هم احد المناظر انه تمشي تصير انت يم النهر مال ادمنتون. هذا النهر مالتنا الجميل نهر ساسكاتشوان. طبعا واخيرا طلعت الشمس الحمد لله الشكر. وهسه احنا بعدنا بالريفر فالي. وهاي واحدة من المناطق الموجودة بالريفر فالي. يعني منطقة كلش كبيرة هي. بس حبيت اجي اشوفكم هنا الملعب. اذا تحبون تلعبون تنس تجون هنا. طبعا اكو 1 2 3 3 ملاعب مال تنس هنا وراي. تجون تدخلون اذا تريدون باب مفتوحة وتجيبون شو يسموها هاي الركتات ما اعرف شو يسموها مال التنس. تدخلون هنا. شوف يقول لك اللايتس will turn on until 11 PM. يعني الأضوية تشتغل لحد الساعة 11 بالليل. بس تقدر تطب. خلاص طب اشوف لكم اياها. شوفوا هاي هنا هيجي تجون هنا وتلعبون تنس بعد ما يروح الثلج. اوكي حبايب قلبي مثل ما شفتوا احنا خلصنا الفيديو مال اليوم. ومثل ما شفتكم منطقتين بس لا تزعلون راح اكتب لكم بالكومنت كل المناطق اللي لازم تشوفوها هنا من تجون لادمنتون. فكل ما عليكم اللي تسووه تنزلون جوا اول كومنت حكتب المناطق اللي انتم تروحون عليها اذا تجون لادمنتون. لا تنسون تسوون فولو وسبسكرايب للقناة.
او لايك لهذا الفيديو او كومنت، اي شيء تحبون تسووه، لانه انا مثل ما قلت لكم راجع القناه على اليوتيوب، وراح نشتغل لكم ان شاء الله فيديوهات كل اسبوع فيديو، او كل اسبوع فيديوهات 2 حسب وقت الفراغ. بس حبايب قلبي شكرا جزيلا على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله ورده.